عمرك حسيت إنك مجروح من حد غالي عليك؟ أو إن في حاجة ربطاك ومش عارف تتخلص منها؟ النهاردة هنتكلم عن فخ بيقع فيه مؤمنين كتير قوي من غير ما ياخدوا بالهم. بلاش تحتار، هنساعدك تختار المنيو، وقتك دهب، اختار اللي ينفعك. أهلا بيكم في المنيو، هنساعدك تختار تتعلم إيه. والنهاردة المنيو بتاعنا خطير من كتاب فخ إبليس. كتاب فخ إبليس بيكشف أكبر حيلة بيستخدمها العدو عشان يخلينا نخرج بره مشيئة ربنا. وهو ده اللي هنلخصه لكم في 3 نقط أساسية من قلب الكتاب ده. الإساءة. الشيطان بيستخدم الإساءة زي الطعم بالظبط، لو لقطته بيزرع مرارة وحقد ممكن يدمروا حياتك كلها. مثلا لو حد جرحك بكلام أو تصرف وفضلت الفكرة دي مكملة معاك، هتلاقي نفسك وقعت في الفخ ده من غير ما تحس. النقطة التانية، الألم حتمي، بس رد فعلك هو اللي بيحدد مستقبلك. يسوع نفسه قال لا يمكن إلا أن تأتي العثرات، يعني الإساءة هتحصل. السؤال هو إزاي هتتعامل معاها؟ شوف داوود، شاول الملك حاول يقتله أكتر من مرة، لكن داوود رفض المرارة ورسالته لمست حياة ناس كتير لحد النهاردة. النقطة التالتة، الغفران هو مفتاح التحرير. يمكن دي أهم رسالة في الكتاب كله. لو ما سامحتش غيرك ربنا مش هيسامحك، ده مش اختياري، ده قانون روحي ما بيتغيرش. زي سيدة في إندونيسيا فضلت سنين مش حاسة بحضور ربنا في حياتها، لغاية ما غفرت لجوزها اللي أساء ليها. وقتها الرب حررها وملأ قلبها بفرح وسلام عجيب. دي كانت مجرد لمحة بسيطة من محتوى كتاب فخ إبليس. الكتاب ده هيجاوب على أسئلة كتير تانية ممكن تكون بتشغلك، زي هل أنا جرحت؟ كيف يولد التشرد الروحي؟ الهروب من الحقيقة؟ الأساس الثابت؟ الغفران؟ إذا لم تغفر لن يغفر لك. فخ الانتقام. المصالحة هي الهدف. بنشجعك تقرأ الكتاب ده بنفسك، وهتلاقي روابط تساعدك تحت في الوصف. وكمان في رابط في وصف الحلقة معمول بالAI، تقدر تسأله في محتوى الكتاب ويرد عليك. قولولنا في التعليقات، تحبوا المنيو الجاي يكون عن إيه؟ المنيو، وقتك دهب، اختار اللي ينفعك. سلام. سلام.